الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج محكمات نتناول بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم آية أيضا من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي الآية 43 من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تحدثنا في الحلقة الماضية عما أوجبه الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل في أوائل سورة البقرة، بعد أن تحدثت هذه السورة عن المؤمنين ووصفتهم بأوصاف معينة، وتحدثت عن الكافرين وصفتهم بأوصاف معينة، ثم تحدثت عن المنافقين. دخلت بعد ذلك في قصة آدم عليه السلام، ثم دخلت في بني إسرائيل وخطاب بني إسرائيل. والخطاب حقيقة لبني إسرائيل، فائدة هذا الخطاب عندما يكون هنالك خطابا موجها لبني إسرائيل فهو من باب أولى هذا الخطاب موجه إلينا بشكل مباشر، ويخاطب به الآخر حتى يدخل فيما دخلنا فيه. هنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى في الآية 42 ذكرنا في الحلقة الماضية عن أن الله خاطب بني إسرائيل بالإيمان بالله والإيمان بما نزل على رسول الله، وألا يعملوا على تلبيس الحق بالباطل، وعلى عدم كتمان ما أوحى الله إلى رسوله أو ما أوحى الله إليهم وفي كتابهم، وعاتبهم أو وبخهم في أنه إذا كان هذا الأمر يصدر عنهم وهم على علم فإن ذلك مصيبة كبيرة. ثم بعد ذلك خاطبهم الله تبارك وتعالى، انتقل بهم من مجال العقائد والتصورات إلى مجال الأعمال، وكان الخطاب بأهم عملين وأهم ركنين من أركان هذا الدين العظيم. الركن الأول هو الصلاة، والركن الثاني هو الزكاة. فخاطبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إذن هنالك ثلاثة نداءات أو ثلاثة أوامر طالب الله بها بني إسرائيل. الأول هو إقامة الصلاة. نلاحظ بأن ما أمر الله تبارك وتعالى به من شعائر الإسلام، اللي هي الشعائر الأربع بعد لا إله إلا الله، اللي هي الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله تبارك وتعالى. هذه الأركان نلاحظ بأنها بعضها بدني محض كالصلاة والصوم، وبعضها مالي محض كالزكاة، وبعضها مالي بدني كالحج. وهنا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى خاطب بني إسرائيل، ومن باب أولى الخطاب كما ذكرنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مخاطب به هذه الأمة أيضا يخاطب به أفرادها بإقام الصلاة. إقام الصلاة في لغة العرب تعني الدعاء، والدعاء كما جاء في كثير من الآيات هو العبادة، وجاء كذلك في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. وجاء كذلك في عدد من السور أن الله تبارك وتعالى يخاطب بني آدم بأن يدعوه، لأن الدعاء هو إيه؟ هو عبادة الله تبارك وتعالى. فالصلاة أعظم ما فيها هو الدعاء، سواء كان دعاء ذكر أو دعاء مسألة، سواء ذكرت الله تسبيحا وتهليلا وتكبيرا أو دعوت الله تبارك. فجوهر الصلاة هي في حقيقتها الدعاء. لكن أيضا هذه اللفظة عند الفقهاء، لفظة الصلاة عند الفقهاء هي عبارة عن أقوال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة في أزمان مخصوصة لخطاب موجه لأفراد أيضا مخصوصين. ويبدأ هذه الهيئة، هذه الصورة تبدأ بالتسليم وتنتهي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. مسألة الصلاة هذه هي التي أمر الله تبارك وتعالى به، وأقيموا الصلاة. إذا نلاحظ الصلاة أول هي أعظم حق لله تبارك وتعالى، ويكاد يكون هذا الركن على وجه التحديد حوله كلام كثير جدا عند أهل الإسلام في أن من تركه قد يكون كافرا إذا كان يعني مستحلا لترك الصلاة، أو أنه لا يرى وجوبها، أو منكر لوجوبها، جاحد بها. هذا على كل الخلاف فيها كبير، ولكن يكفي أن نقول بأن ما وصف الله تبارك وتعالى أمر ما بأنه كفر، هذه إشكالية كبيرة جدا. ويكفي أن يختلف علماء الإسلام في شخصية الإنسان في أنه يكفر أو لا يكفر. لكن عموما تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان التعريف قائم على التصديق بالقلب، وكذلك اللسان الناطق بالشهادتين
أو الإقرار الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالأركان. فالعمل بالأركان أهم ما يدخل فيها هو الصلاة التي أمر الله تبارك وتعالى أن نقيمها. وهذه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا، ومن لم يحافظ عليها فإن ذلك موعود والعياذ بالله، كما قال الله تبارك وتعالى بالويل: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهنا أيضا أحب أن أنبه بأن الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى لها أيضا يعني أصلها الدعاء، ولكن في موضوع الصلة التي بين العبد وبين الله، وفي موضوع الحركات التي يؤدي بها الإنسان الصلاة، وكلاهما واردة في كتاب الله تبارك وتعالى. فالمسبوقة وأقيموا الصلاة هي الصلاة ذات الحركات المعروفة عندنا، وإذا جاءت بغير وأقيموا الصلاة أو لم تكن مسبوقة بالصلاة ولكنها جاءت على الألف في الرسم العثماني، ستلاحظ بأن المراد منها هو إقامة الصلة أو حقيقة التوحيد التي في القلب. فمن توفر عنده حقيقة التوحيد التي في القلب وأقام الصلة مع الله سبحانه وتعالى، فإنه ينتقل بها من القلب، هذه الصلة القلبية، ينتقل بها إلى صلة الجوارح وإلى الهيئة الخارجية التي يؤدي به خلالها الإنسان. وعموما موضوع إقامة الصلاة يدخل فيها أن إقامتها كاملا، أن يقيمها الإنسان كاملة يستوفي شروطها من طهارة ومن دخول وقت ومن استقبال قبلة ومن الطهارة من النجاسات، ويدخل فيها كذلك من ترك موانعها، أن لا يقبل عليها بما لا يليق بها، وأن يؤديها بأركانها المتكاملة، كذلك من سجود وركوع وقراءة الفاتحة إلى غير ذلك مما ورد في أركان الصلاة. وكذلك أن تؤدى هذه الصلوات مع الجماعة، لا يؤديها الإنسان من إقامتها، أن تؤدى مع الجماعة وأن تؤدى في المساجد التي ينادى لها. فعلى كل هذا الجزء مهم جدا، ونحن نؤسس لفكرة المحكمات. إن من أعظم المحكمات بعد توحيد الله تبارك وتعالى حق الله على العباد بعد اللي هو التوحيد إقامة الصلاة. وهنا نلاحظ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أعظم عمل يتقرب به إلى الله بعد التوحيد هو إقامة الصلاة. فدائما تذكر الصلاة والزكاة بعد توحيد الله عز وجل. هنا لماذا؟ لأنك بعد توحيد الله أعظم ما تتقرب به إلى الله أن تصلي، وأعظم ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في حقوق عباده أن تؤدي الزكاة. فالصلاة علاقة مع الله، والزكاة علاقة مع البشر، علاقة مع عباد الله تبارك وتعالى، عبادة لله وذكر له وتكافل مع خلق الله تبارك وتعالى. إذا نحن نؤدي هذين الواجبين بهذه الصورة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة المطلوب بها هو أيضا مال مخصوص في وقت مخصوص في أعيان مخصوصة يؤديها الإنسان كل عام إذا حال عليه الحول، ونسبتها معروفة وطرائقها كذلك مبثوثة إن شاء الله في كتب الفقه. فهنالك زكاة الأموال، وهنالك زكاة الأنعام، وهنالك أنواع الزكاة المعروفة. فالإنسان هنا الله تبارك وتعالى يطالبه بأمرين: أقيموا الصلاة في حق الله، وآتوا الزكاة في حق العباد. فإذا قطعت الصلة مع الله والعياذ بالله أجرمت في حق الله، فتصير مجرما، يطلق عليك مجرم، والمجرم هو أن يحدث قطيعة مع الله. وإذا قطعت الصلة مع البشر ولم تؤدي حقهم أو حق الله عليك في مالك، التي هي الزكاة حق في المال، واسمها مأخوذ من النماء، لأن ذلك يؤدي إلى نماء المال ويؤدي إلى طهارة النفس، فأنت مطالب بأداء الزكاة التي أوجبها الله في المال. هنا نلاحظ بأن الله تبارك وتعالى عندما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حدد كذلك الجهات التي تأخذ هذه الأموال وتأتي هذه الصدقات، كما قال الله تبارك وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآيات في سورة التوبة. فحدد 8 أصناف لا يجوز أن تخرج الزكاة عنهم في كتاب الله تبارك وتعالى. وبالتالي هنا نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى أراد من بني إسرائيل، وبالتالي أيضا من عموم هذه الأمة، الدخول في منظومة الصلاة في العلاقة مع الله، والدخول في منظومة الزكاة في العلاقة مع خلق الله تبارك وتعالى. فنحن نتعبد لله تعالى وفي نفس الوقت نرحم خلق الله عز وجل. ثم ختمها بقوله جل جلاله:
واركعوا مع الراكعين. طيب ما فائدة واركعوا مع الراكعين وقد قال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة؟ أليس الركوع داخل ضمن الصلاة؟ هذه طبعا مسألة تكلم فيها العلماء بثلاثة أقوال تقريبا. القول الأول يقول بأن الخطاب كان لبني إسرائيل، وبني إسرائيل كانوا يصلون صلاة لا ركوع فيها، فحتى لا يقال بأننا والله نحن نصلي، إنما خاطبهم الله بالصلاة، لا يقولون نحن نصلي صلاة لا ركوع، قال لهم واركعوا مع الراكعين، أي صلوا الصلاة التي أوجبها الله على المسلمين في صيغتها الأخيرة، وهي التي فيها الركوع وفيها السجود، وبالتالي لا تذهبوا إلى صلاتكم التي تعتقدون أنكم كنتم تتعبدون بها، ولكن عليكم أن تصلوا صلاة المسلمين. هذا قول. القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى في أقيموا الصلاة خاطب الشخص بأن يؤدي هذه الصلاة بغض النظر جماعة أو غير جماعة، لكن في واركعوا مع الراكعين فيها وجوب الذهاب إلى المساجد والصلاة مع الجماعة. القول الثالث وهو قد يكون الأرجح فيما أميل إليه، هو واركعوا مع الراكعين أي واخضعوا وأطيعوا الله سبحانه وتعالى بمنطق الاستسلام الكامل لله عز وجل، كأنما يعني لا إله إلا الله جعلها في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لن تكون مقبولة إلا بالتسليم المطلق لله عز وجل. فمعنى ذلك تقيمون الصلاة وتؤدون الزكاة، ولكن هذا مبني على التسليم لله الذي هو أصل هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام في حقيقته هو الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى. وبذلك إن شاء الله نكون قد أسسنا لمحكمة مهمة جدا، وهو أن هذا الدين يقوم على الخضوع لله واركعوا مع الراكعين والتذلل له سبحانه وتعالى ومطلق الطاعة له، ثم القيام على حق الله وأكبرها وأعظمها الصلاة، والقيام بحق عباد الله وأعظمها الزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.